الزمالك عنده ماتش مهم جدا النهارده الساعة 6 في بطولة أفريقيا. فتقريبا كده احنا لو خسرنا أول ماتش أو اتعادلنا كده رسميا الزمالك بره. فما تجيش معاك بعشم بعد 3 4 جولات ويبقى خلاص فاضل جولتين تقول لا الزمالك ممكن يصعد. عشان عارف جو السيناريوهات دي لازم كل سنة يحصل لنا نفس السيناريو ده. احنا لو كسبنا الفرقة دي بره 2-0 وهم الفرقة التانية خسرت بره أرضها و3-1 يعني احنا كده ممكن نصعد تاني. اصلا السيناريوهات دي حافظها كلها كل سنة. فلو الزمالك خسر النهارده ما تعشمش نفسك بقى ايه بسيناريوهات او اتعادل 0-0 اللي هي الكور في العارضة اللي بتيجي كتير. فما تعشمش نفسك ان احنا ايه ممكن نصعد لو تعادلنا او خسرنا. لان كل سنة السيناريوهات دي بتيجي على طول في بالك كده فبتبقى حاجة غريبة وتتعشم واخر ماتش خلاص هنكسب يقول لك اصل الفرقة التانية هي اللي ايه طلعتنا. فمن الاول كده يا نكسب من الاول يا اما خلاص. عموما النهارده هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. الساعة 6 مش بعيد، ربنا يستر علينا.